لطيف بيه يا عم لطيف بيه. انت حسام المصري؟ ايوه انا حسام. طب تعالى عايزينك. هما مين دول اللي عايزيني؟ هنقف نتسابر على الباب. في ايه؟ تقعد عامل لي جريء قوي وتتطاول على سيادك وتشتم الباشا يا روح امك. دي الصباحة بس، لو ما سكتش وحطيت لسانك جوه بقك هقعدك على الكرسي جنب ابوك يا حبيبي. من فضلك لو سمحت، هو الكابتن حسام المصري ساكن في أنهي دور؟ هتلاقيه على السلم مستنيك. سنين على السلم ازاي يعني؟ يا واد مالك؟ الله يخرب بيتك، انت اتجننت ولا ايه؟ ازيك يا باشا؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. ازيك يا حسام؟ ازيك يا باشا؟ اتفضل يا باشا، اتفضل. يا الف اهلا وسهلا. وعد الله يا باشا انا مش مصدق نفسي، انا حاسس ان انا بحلم والله يا باشا. اتفضل. لما انت كنت نايم على السلم كده ليه؟ لا مفيش، ده وانا واقف بره دخت فوقعت على الارض. دخت ايه؟ ده انت بالشلفط. في حد كان بيضربك؟ حسام يا حسام، انت رحت فين يا ابني؟ انا عمال ادور عليك. ايه ده؟ كابتن حمدي. ناجي باشا، معقولة؟ خطوة عزيزة، يا أهلا وسهلا. ده إيه المفاجأة الحلوة دي؟ ازيك يا ابو الكباتن؟ والله يا باشا أنا وحسام ابني في سيرتك على طول. بيقول لي الراجل ده أنا عمري ما شفت زيه في حياتي. هو اللي رجع لي ثقتي بنفسي، هو اللي خلاني آخد الميدالية الذهبية. ما هو ابني زي ما هو ابنك بالظبط. ده لينا الشرف يا ناجي باشا. مش هتفطرنا ولا ايه؟ روح اعمل لنا شويه فول بالقوطه وحته جبنه، عايز افطر مع الكابتن حمدي. من عينيا يا باشا. إيه ده؟ مالك يا حسام يا ابني؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ ده كان بيتخانق. بيتخانق مع مين؟ اصل انا كنت طالع على السلم فلقيته بيتخانقوا مع بعض، ضرب وشلاليت ودماغات وبنيات. قطعوا، جابوا على الارض. قطع مين وجاب مين على الأرض؟ اتضرب زين. عشان كده بقى كانوا نازلين ضرب فيك. ها؟ انا مش فارق معايا ان انا اتضربت. انت شفت ابويا يا باشا؟ ماله؟ راجل زي العسل. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان يرجع يمشي على رجليه تاني. هيمشي ان شاء الله، هيمشي. هنعمل له العمليه وهيمشي وهيجري وهينط كمان. انت من اللحظه دي اعتبر نفسك بتشتغل معايا، ما تشيلش هم. هشتغل معاك فين يا باشا؟ انت اخر بطوله دخلتها كان رقمك 7 متر 20. احنا هنكسر الرقم ده. احنا عايزينه 8 متر. صعب ليه يا حسام؟ وصعب يا باشا، انما مش مستحيل. طب كويس، بدل مش مستحيل يعني ممكن تعملها. هو احنا داخلين انهي بطوله يا باشا؟ هي بطولة خاصة، أهم من أي بطولة أنت دخلتها قبل كده، بس عايزة تدريب جامد وشغل كتير. وانا تحت امر سيادتك. طيب، أنت بكرة هتيجي معايا شرم الشيخ. هعدي عليك الساعة 6 الصبح، تبقى جاهز بشنطتك. هو احنا هنتدرب في شرم الشيخ؟ مش عايزك تسأل كتير، ركز في النطة اللي أنت هتنطها. مفهوم؟ مفهوم يا باشا.
Don't be worried, sir. Your wife was the best diver here. I don't care if she's been the best diver in the world. She's been gone nearly 5 hours now, and she should be back here. She could have phoned me or something like this. Something's not right, you know? worry. It's definitely not right, you know? ها ما لقيتهمش برضه؟ خدها وراح فين ابن المجنونه ده؟ هو ما يعرفش دي تبقى مرات مين؟ ده جوزها ممكن يقفل لنا الاوتيل. ده عضو الكونجرس الامريكي. ومراته السؤالية يا محسن باشا. كمان الله يخرب بيتك يا ابراهيم. يعني ما لقيتوش الا ده تنزلوها الميه معاه؟ ما هو مفيش غيره في الاوتيل اللي بيتكلم عبري كويس، وغير كده هي اللي شبطت فيه. اهو وصل بسلامته. بس مش دي الست اللي نزلت معايا يا محسن باشا. التانية كانت لابسة مايو أصفر. I've always been missing. What's been going on, you know? انت كنت فين يا حيوان كل ده؟ يعني هكون فين يا ريس؟ تحت المية. تحت الميه 5 ساعات يا ابراهيم. دي بنت حلال مصفي. ده كتب لها عمر جديد والمصري. اصلها فيصت مني تحت المية وقعدت اعمل لها تنفس صناعي. الروح ردت فيها في اخر ثانية. كنت بتعملوا ايه ده كله يا ابراهيم؟ كنت بوريها الشعب يا ريس. اصل المدام غاوية قراميط. كل ما تشوف قرموط بيلعب تحت المية تتهبل. الظاهر ما عندهمش قراميط في بلدهم يا باشا. البحر الاحمر ما فيهوش قراميط يا ابراهيم. يا راجل. امال اللي احنا شفناه ده ايه؟ الست اللي كانت نازله معاك كانت لابسه مايو اصفر وهي نازله الميه. المايو اللي كانت لابساه راح فين يا ابراهيم؟ يا نهار اسود ومنيل يا ريس. ايه التهمة الحقيرة دي؟ انا اسرق مايوه على اخر الزمن؟ انا مدي ايدي على حاجة مش بتاعتي؟ ليه؟ انت فاهمني كويس يا صايع انت. الست دي غيرت المايو فين وازاي وليه